السلام عليكم. الامتحانات بيبقى فيها اسئله اجباري واسئله اختياري. انا كنت احب الاسئله الاختياري دي، مع ان ممكن تلاقي السؤالين اصعب من بعض، بس ايه، ان انت يبقى عندك اختيار دي حاجه جميله جدا. لكن حدوته ان انت يبقى عندك الحدوته كلها اجباري، طب ليه اجباري؟ ليه سؤال القراءه بيجي اجباري؟ طب ليه يعني؟ ليه اشمعنى بس النصوص اللي بيجي فيها اختياري ده او ده او ده او ده؟ ليه ما يبقاش الاسهل ليا هو اللي انا اشتغل عليه واشتغل اللي انا بحبه؟ ايه بقى ايه علاقه ده بشغلنا؟ انت دلوقتي السوق فرض عليك 3 اوض وصاله، 3 اوض وحمامين، وكل ما تزود في الفلوس تزود في الحمامات، كل ما تزود في الفلوس تزود في الريسبشن، كل ما تزود في الفلوس تزود في مش عارف ايه. لما معاك فلوس كتير قوي تاخد اوضه صغيره وجنبيها حق صغير كده تسميه دريسنج، وجنبيها ايه، حاجه صغيره كده ايه، يبقى حمام. حمام من اللي هو تبقى انت واقف فيه كده، اللي هو يعني ايه، فاهم، مزنوق في فاهم، تعمل كل الاكتيفيتيز بتاعت الحمام وانت واقف في نفس المكان، ماشي، تحرك اعضائك بس، يعني تعمل كده تستحمى، تعمل كده تغسل وشك، تعمل كده تعمل بيه، فاهم. بس طب وانت بتشتري اصلا 100 متر، 200 متر، 300 متر، 400 متر، وانت بتبقى واخد متر في يعني انت الحيز بتاعك بيبقى متر في متر، استخدامك سايب دول كلهم او سايب المساحه الباقيه دي كلها ليه؟ مين اللي جبرك؟ امتحانات الوزاره؟ تمام، طب كتاب الوزاره يعني انت ملتزم بايه؟ هي دي مش فلوسك يا ابني، انت يعني حد ماسك عليك سيديهات؟ يعني ايه اللي جبرك انك تمشي على السؤال الاجباري؟ عندك 3 اوض، طب انا عايز 4 اوض، طب انا عايز 5 اوض. هو انت لازم الاوضه عايز انا فراغ انام فيه بس؟ يعني انت بتعملش اكتيفيتيز ثانيه؟ انت بتنام تاكل، يعني من عندنا الاستقبال عشان نستقبل الناس، عشان نتمنظر شويه، ليفنج عشان نعيش، نوم عشان ننام، حمام عشان نحمام، ماشي، مطبخ عشان نطبخ، اكل عشان ناكل. بس هل البيت دلوقتي بيتعمل فيه الاكتيفيتيز دي؟ تفرق. عشان كده طفشانين من البيوت، الراجل ما بيقعدش، الست ما بتقعدش، العيال زهقانين، مش عارف ايه. النوم مساحته محتاجها قد ايه؟ كذا. اللعب مساحته قد ايه؟ كذا. طب انا بشتغل من البيت، مساحه الشغل قد ايه؟ كذا. اللي انا محتاجه ايه؟ خلينا نتكلم في حمام الضيوف. حمام الضيوف مساحه كويسه جدا، ماشي. خلينا نتكلم في الاختيارات كده، خلينا نعتبر ان حمام الضيوف ده اختياري. هو في اكتر من اختيار؟ ماشي. خلينا نتكلم، احنا نمسك واحد واحد، احنا ما عندناش اسئله اجباري. يعني خلينا نتفق ان احنا الشقه بتاعتي انا اللي دافع فلوسها، ماشي، انا اللي هشطبها، فمفيش عندي اسئله اجباري، اختياري. طب نحط اختيار، تمام. عندي حمام الضيوف مهم، عشان الناس ما تستخدمش حمامك والخصوصيه والحاجات الايه اللي احنا بنقولها دي. بس اولويه، يعني انت محتاجه بالدرجه دي ان انت تدفع لك فيه. مثلا نقول مثلا حمام الضيوف ده بيبقى متر ونص في 3 متر، يعني 4 متر ونص، ده اصغر حمام، يعني اصغر حمام في الدنيا، ماشي. 4 متر ونص، 5 متر بالحوائط بتاعته، 5 متر بالحوائط بتاعته دي، ماشي. اقل سعر متر بتحميلاته بسلطاته بكل حاجه 10000 جنيه. يعني انت عشان الضيف اللي هيجي لك ما يجرحش خصوصيتك هتبتدي تدفع له متر مش متشطب على الاقل خالص في اصغر شقه في اصغر حمام 45000 جنيه، وهتصرف لك سباكه كهرباء وسيراميك وصحي وال 20000 جنيه كمان. انا دلوقتي ماشي عندي الرفاهيه ان انا ادفع 65000 جنيه او 70000 جنيه او 80000 جنيه او يمكن توصل ل 100 و 150000 جنيه. ماشي، كبرنا الشقه وكبرنا الحمام وزودنا التشطيب وعملنا حبشتكنات وبتاع، فدخلنا في 100000 جنيه. هدفع 100000 جنيه سعر متر، وعلينا سعر المنطقه، او اشتريت في كومباوند او الاقي نفسي دافع 150000 جنيه عشان حد هيجي، مش انا، حد هيجي من بره يعمل بالبيت 100000 جنيه. تخيل فاهم انت بتعمل ايه؟ ماشي. طب انا ممكن اعمل ايه مكانه؟ ماشي، انت اللي تقول. ماشي، يعني خلينا نقول ادي الحمام. طيب الحمام ده نفس المساحه بتاعت اصغر حمام دي نخليها غرفه غسيل، نفس المساحه بالظبط، فيها الغساله اللي انت حاشرها في اي حته، يعني حاشرها في اي حته وبتشوه لك اي حته، تحطها في المطبخ، تحطها في الحمام، حلو، وتحط لها كفر، خد بالك، كاروهات كده ولا اي حاجه، ماشي، عشان ما تصديش، وتجيب لها قاعده من تحت، خد بالك، يعني فاهم، هي محيراك الغساله، ماشي، وتحط لها باسكت غسيل جنبها، تحط لها المساحيق فوقيها، تحط لها مش عارف ايه، وحدوته، فاهم ازاي. ولما يبقى في عندنا دوره غسيل ولا اي حاجه، فالحمام برضو اللي هو الحمام اللي هو الميجر المهم اللي يدفع فيه مشغول، ماشي، عندنا دوره غسيل ولا عندنا حاجه، والموضوع مزعج.
نشيل الغساله دي خالص، نلغيها من المطبخ ونلغيها من الحمام، وليها مكان، لان دي اكتيفيتي. نظافه هدومك دي اكتيفيتي بتتعمل كل يوم، محتاج تعملها كل يوم، ماشي. فلو بريوريتيز حمام الضيوف، عشان ضيف هيجي لي مره في السنه ولا مرتين في السنه يعمل بيبي، هدفع له 200,000 جنيه، ولا اغسل كل يوم في ال 200,000 جنيه دول؟ مش هتغسل بس. غرفه الغسيل ماشي متر ونص في 3 متر، 60 سم او 40 سم، هناخد 60 سم، هناخد دولاب هيبقى فيه الغساله والدراير، ماشي. ولو يا سلام في اخرها شباك هنفتحه ونعمل فيه منشر. والدولاب ال 60 سم بطول 3 متر ده تحط فيه ايه بقى؟ ادوات النظافه، المسحوق، المكوه، ترابيزه المكوه، الفوط، الملايات اللي تحطها في الدولاب عندك، الاطباق بتاعه الغسيل، تروح ترمي الهدوم على طول هناك، يبقى عارفين خلاص، يبقى الغسيل تمام، بتنشر في نفس المكان، بيتكوي في نفس المكان، اوضه ريحتها حلوه، ماشي، كلها مسحيق وحاجه جميله. لما نيجي نشتغل اللي هو الاكتيفيتي بتاعه الغسيل النهارده، مش هجرى حاجه. اولوياتك انت بقى كراجل، فاهم ازاي؟ شقيان وبتدفع اقساط وعندك قسط مش عارف كام وزيرو مقدم والحواديت اللي هي دي كلها، وهشقالي 5 6 سنين ولا 10 سنين عشان اجيب الشقه دي، وهشقالي مش عارف ايه عشان اعمل مش عارف ايه، والحدوته دي كلها عشان لما يحيى قريبنا اللي في ماشي لما يجي يخش خد بالك في الحمام، فنخلي بس انا احط دلوقتي ده، فاهم؟ انا هدفع تامين كانك داخل العمليه، فاهم؟ انا هدفع تامين 200,000 جنيه كده عشان ان شاء الله باذن الله لما يحيى يجي من السفر، خد بالك نعمل ايه؟ ما يجرحش الخصوصيات، يروح حاجته يروح يحطها ويضرب سيفونه بره وبتاع، عشان احنا بنقرف قوي قوي قوي، تمام؟ يا اخي ان شاء الله عن امه ما جه، ما بهزرش يعني. ولا مكان تاني هيبقى متظبط وريحته حلوه وتفاصيله ظريفه ومش عارف ايه والكلام ده كله وفيدني. طيب هو عندك دلوقتي سؤال اختياري، هل انت محتاج حمام الضيوف عشان حد قريبي هيجي، ووارد جدا قريبي ده اللي هو ايه هيخش على الحمام العادي اللي جوه عادي وينجز حاله، مش هيجرى حاجه، ونبقى مروقين قبل ما يجي كده، لامين الغيارات من ورا الباب وعاملين مش عارف ايه وبتاع، جالنا ضيوف يعني عادي؟ ولا تستغلها في اكتيفيتي بتحصل عندك كل يوم، انت محتاجها كل يوم، ومساحه تخزين محترمه لحاجه بتشوه المكان، ادوات النظافه وبتاخد مساحه من دواليبنا زي الفوط والكلام ده كله، الاكتيفيتي بتحصل كل يوم. والله في الاول وفي الاخر باختيارك، بس انت عندك الاختيار، يو هاف ذات تشويس. طب تفتكر يعني مثلا لو قلنا للناس كده تكتب في الكومنتس تحت، هيختاروا ان يحيى يعمل بيبي ولا ان هم يعملوا لنفسهم مكان ظريف يتبسطوا فيه، او غرفه غسيل ولا غرفه العاب ولا اي حاجه من الحاجات دي؟ اكيد يحيى. اكيد هيبقى يحيى صح؟ تمام، هيبقى اكيد يحيى. لا بقى اكيد هتلاقي الناس بتسف على يحيى في الكومنتات. طب تفتكر هيعملوا قلوب؟ اكيد. تفتكر هيعملوا قلوب؟ ما بيعملوش قلوب والله، ما بيعملوش قلوب، ما بيعملوش سبسكرايب كمان، ماشي؟ يعني هو الفيديو جه كده خير وبركه، ما جاش ان شاء الله عن يحيى ما جه، فاهم؟ ماشي. السلام عليكم.